اختبار الحساسية. أشهر الأدوية اللي بنعملها اختبار الحساسية: المضادات الحيوية، البنسلين، التطعيمات، التيتانوس. الخطوات: هتغسل ايدك هاند واشنج. 2. هتحافظ على خصوصية المريض provide privacy زي انك تقفل الباب والستائر. 3. هتجهز الادوات اللي هتستخدمها والادوية والسرنجات، سرنجة 3 5 و10، وسرنجات الانسولين، ومحلول مطهر وقطن وقلم وملف المريض. 4. هتلبس الجلافز. 5. هتروح للمريض وتخليه في وضع مناسب لعمل الاختبار. 6. هتحدد مكان الحقن، وعندك 3 أماكن، أشهرهم هو السطح الداخلي للذراع، وعندك أعلى الصدر وأعلى الظهر. 7. هتشرح الإجراء اللي هتعمله للمريض. 8. بعد ما تحدد المكان اللي هو احتمال كبير هيكون السطح الداخلي للذراع، هتحدد المنطقة اللي هيدخل فيها سن السرنجة، هيكون في المنطقة دي. بس الأول هتتأكد إنه مفيش أي تورمات أو تقرحات أو أوردة ظاهرة في المكان. 9. هتنظف مكان الحقن بالمحلول المطهر. 10. هتجيب سرنجة الأنسولين وتسحب من المضاد بتاعك 5 شرط أو 10 على حسب الشخص اللي بتعمله الاختبار، إذا كان طفل أو رجل كبير. 11. هتجيب القلم وتعمل دايرة قطرها 3 مللي. 12. هتدخل بزاوية 15 درجة في طبقة الجلد وهتسحب، ولو ظهر معاك دم يبقى انت دخلت غلط في الوريد، فهتطلع السرنجة وتدخلها مرة تانية وهتبدأ تحقن المضاد لحد ما يحصل انتفاخ صغير أو بالونة صغيرة. 13. اتخلص من السرنجة واخلع الجلافز واغسل ايدك ووش هاند. 14. هتستنى من 15 إلى 20 دقيقة وتشوف، لو ظهر احمرار للفقاعة في نطاق الدايرة اللي رسمتها يبقى الشخص سليم وما عندوش حساسية من المضاد. 15. لو حصل اندايريشن أو تصلب للمنطقة اللي رسمت فيها الدايرة، أو الاحمرار عدى حدود الدايرة اللي رسمتها، أو حصل طفح جلدي حوالين المنطقة بالكامل، يبقى كده الشخص عنده حساسية، وفي الحالة دي في إجراءات تانية هتتعمل بس هيبقى ليها فيديو مخصص ليها. 16. آخر خطوة وهي الدوكيومنتيشن، وهنعمل توثيق 4 حاجات: التاريخ والوقت، مكان الحقن، الجرعة، وتوقيع مقدم الرعاية الصحية. وبس كده.